صباح الخير والجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو، بجد وحشتوني قوي. معلش اتاخرت عليكم شويه. ويك اند بقى واجازه وكده. تعالوا بينا نشوف جوله ممتعه هتعجبكم جدا. هنشوف مع بعض عملنا ايه وفكرنا في ايه، وكل التجديدات دي هنعرف تفاصيلها مع بعض في الفيديو ده. هنا طبعا بوريكم فيو الحمام السباحة، وبوريكم المرجيحة اللي جددت فيها، مع انها هي اصلا هحكي لكم برضو قصتها. كل ده هنشوفه مع بعض. نحكي الاول قصة المرجيحة كان القماش بتاعها، عارفين انتوا لما اللون يروح كده من الشمس، هو كان ووتر بروف. زي ما شفتوا طبعا في الفيديو اللي قلت لكم يا ترى التجديد هيكون فين. فكان القماش لونه راح، غسلته برضو ما فيش فايدة، ما رجعش. وكان طبعا منقوش، وانتوا عارفين طبعا ان المنقوش بيعمل ازعاج. فالمرجحة الحديد بتاعها لونه اخضر، كنت جايباها من كوباني، كان عامل عليها عرض من 3 سنين، كان حوالي ب6000 جنيه. فسبتها طبعا الفترة دي كلها، السنين دي كلها، والشمس بوظت منظرها. تواصلت مع كوباني وقلت لهم المرجحة اشتريتها من عندكم، جابوا لي طبعا على السيستم يوم ايه وسنة كام وكده. قالوا لي هنشوف التكلفة بتاعتها كام وهنرد عليك. ردوا عليا قالوا لي التكلفة هتكون 6000 جنيه القماش بالخياطة. فطبعا يعني حرام جدا ان انا ادفع رقم زي كده عشان ياخدوا المرجحة ويغيروا لي القماش ويرجعوها تاني. يعني حوار كبير جدا وتكلفة عالية قوي. فكلفتني قد ايه بقى؟ روحت عند بتاع ستاير، اخترته من عنده، كان عنده قماش كتان تحفة، قماشته يعني نفسي كده يعني تدخلوا معايا الفيديو وتمسكوا القماشة بنفسكم. كتان، سعر الكتان كام عنده؟ 130 جنيه، وده طبعا سعر تحفة جدا. رحت اشتريت، قلت له عايزة قد ايه امتار. قال لي مش عارفة المرجحة هتكلف 7 متر ولا 10 متر حاجة كده يعني. ما علينا، خد تفصيل 400 جنيه، واشتريت منه القماش على عدد طبعا المرجحة، وعمل لي بقى الكوشنز وعمل لي سقف الستارة وكل ده. اديته القماش القديم وقلت له اعمل لي عليه جديد. فدي فكرة طبعا موفرة جدا، كلفتني حوالي 1700 جنيه بالتفصيل بالقماش بكل حاجة. ركبناها بقى كده زي ما انتم شايفين، حية المرجحة وخليتها راقية وشيك جدا زي ما انتم شايفين كده. فبالتالي ان المرجيحة رجعت جديدة، وكلفت طبعا ربع الثمن اللي هم اصلا اباني قالوا لي عليه هيجددوا لي المرجيحة بيه. والحديد اللهم بارك محافظين عليه. فكان زي الفل. تعالوا بينا بقى ناخد جولة كده في الجنينة كلها، وبعدين نتكلم على البرجيلة نفسها. دي الكشافات اللي جبناها جديدة. غيرت طبعا التانية، بس هما الكهربائي يعني عمل كده بالجبس او حاجة عشان يداري اسلاك الكهرباء. فكان شكلها كده يعني، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونجيب بقى نقاش يظبط الدنيا دي. بس الاباليك نفسها وهي منوره بالليل تحفه. الجزء ده طبعا عايز يتفجر، هفكر له بقى فكره حلوه ان شاء الله الفتره اللي جايه، ونشوف مع بعض هيكون التجديد عامل ازاي. هنا رفعت السور ده لان القطط كانت بتمشي على السور ويدخل لي قطط غريبه في الجنينه، فطبعا دي حاجه مش حلوه خالص. والكوره برضو كانت بتعدي من الناحيه التانية، فكل دي كانت مشاكل بتحصل. مشينا السور خشب كله زي ما انتوا شفتوا كده من اول الجنينة لاخرها. وعملوا لنا التجليد ده برضو، وحطيت فيه كشاف وتحتيه طبعا كوبس النور، عمل برضو شكل حلو جدا. عايزه اقول لكم ان الجنينه كمان بالليل احلى من الصبح. يعني الصبح كده ما شاء الله اللهم بارك تحفه، بالليل احلى واحلى. النجفه طبعا الجميله اللي جبتها من هوم زون، مع الاباليك اللي جبناها من عند الكهربائي. الابليك تقريبا عامل 185 جنيه، شكله قمة الشياكة. طلبت برضو الرفين اللي على الشمال دول من بتاع البرجيلة، عملهم لي. بصراحة كان تقفيلهم مش احلى حاجة، بس انا حاولت احط عليهم شلال كده زي ما هتشوفوا دلوقتي، وديكورات تاري المنظر يعني. بس هنا طبعا الفيو بوريكم. هنا جزء حطيت فيه كرسيين، برضو لو حب مش حابب ينزل تحت، فده جزء صغير فيه ترابيزة صغيرة فيه كرسيين عليهم كوشنز احمر. هنا برضو كنبة في الركن ده برضو عليها كوشنز بيبي بلو. كانت عندي برضو قديمة. الزرع برضو حطيته على السلالم والشجرة، طبيعي وصناعي. حطيت منظر كده. ودي الرفوف اللي بقولكوا عليها، شفتها على بنترست وقلت له يعمل لي زيها. بتاع البرجيلة. بتاع البرجيلة بقى بصراحة هو عزمنا شوية، مواعيد وحشة جدا. قفل تليفونه ومكانش بيرد علينا،
بعد ما ادانا الفلوس وكده. فالموضوع بصراحة كان يعني مؤلم جدا يعني، ومستنياه، وابني طبعا عايز يعمل عيد ميلاد وزن وكده، فكنت في شوية مواضيع كده الفترة اللي فاتت بصراحة، يعني حاجة مش لطيفة خالص. هنا حطيت برضو مفرش على الترابيزة البيضة، برضو حسيت ان هو يعني شكل تركي شوية. قصاد المرجيح حطيت معاهم الكوشنز اللي كنت شاريها برضو، مع الكوشنز اللي اصلا القماش الكتان اللي غيرت بيه القماش زي ما انتم شايفين كده التفاصيل. هنا برضو ركن برضو الورد ده حطيته برضو يدي منظر حلو. هنا بقى ستاير الكتان دي برضو بتاع البرجيلة، هو اللي جاب لنا قماش وفصله وكده، بس طبعا بعد معاناة مع الاختيار، وكمان ما كانش فيه التزام بالمواعيد، ودي اكتر حاجة بتضايقني. طبعا ناس كتير كانت بتقولي صناعية كده وهم كلهم كده، بس انا مكنتش بصدق. كان يقول لي انا جاي يوم الاثنين، اصدق واستناه ويقفل موبايله. فكان اسبوع في التاني في التالت، وبعدين بقى بعد شهر كده ولا حاجة ابتدى بقى يرد علينا ويجينا. معرفش بقى كان عندهم ضغط شغل كانوا ايه بالظبط، بس هي الصراحة مش شركة، حد كده فتح ورشة في بنها. لقينا رقمه على الفيسبوك فتواصلنا معاه. ده غير طبعا بعد 10 دخلوا البيت عشان يعملوا مقايسة ويقولوا لنا الأسعار. فده أكتر واحد في الأول ارتحنا له، فقلنا خلاص هنكمل معاه. تمام. سلمنا بقى بعد شهر، مع اننا شهر وشوية كمان. كان قايل لنا اسلمكم بعد اسبوعين. تمام. هنا برضو فانوس القمر ده جايباه برضو من هوم زون، حطيت له لمبة شيك جدا. وديته في حتة تانية الصراحة مع الشجرة. هكلمكم على انتريه جديد. الستاير طبعا عاملة لمسة حلوة جدا، وكمان هتداريني وتحميني من الجيران طبعا اللي قصادي، كأن الناس ساكنين معايا، والعمال طبعا زي ما انتوا عارفين المعاناة اللي كنت بعاني منها. طبعا المفروض يتحط على السلك ده دق كده بيداري الأسلاك دي، طبعا دي حاجة مش حلوة. برضو بتاع البرجيلة كان جايب معاه كهربائي، هو اللي عامل لنا الحاجات دي، بس كان المفروض يحط حاجة يداري قبل ما يجلده بالتجليد الخشب اللي انتوا شايفينه. هنا برضو الانتريه بقى نتكلم عنه، بجد ناس محترمين جدا في المواعيد وفي كل حاجة، كل اللي انا عايزاه، وكان عندهم مصداقية مش قادرة اقول لكم كل حاجة كل تفاصيل. لو عايزين تفاصيل برضو عن الانتريه قولوا لي في كومنتات وهبعت لكم رقمهم، هم في زهراء المعادي. بجد ناس محترمين جدا. الترابيزة اخترناها احنا بالديزاين ده، هي ما كانتش موجودة بالديزاين ده اصلا، والانتريه ده كان خارج معاه ترابيزة الاطار بتاعها خشب وكلها من جوه ازاز. فانا ما حبيتش خالص ان يبقى في الجنينة ترابيزة ازاز، فحبيت تبقى حديد كده او ميتال. وبعدين اخترنا ان يكون في رف خشب تحت ورف خشب فوق، والحمد لله النتيجة بقت تحفة. والترابيزة دي بقت عندهم بيست سيلر، واحنا المختارين الديزاين بتاعها. الفكرة قلنا له اعمل كذا واعمل كذا، بصراحة عملوا لنا كل حاجة، وكانوا ناس مريحين جدا وسلمونا في الميعاد اللي قالوا عليه. الجزء الخشب اللي طالع من انتريه ده ينفع طبعا ترابيزة، ينفع كذا حاجة، ممكن احط عليه ديكورات برضو زي ما انتوا شايفين كده. اخترت اللون البيبي بلو. الركنة دي طالع معاها 6 مخدات، طلبت 2 من نفس القماشة الكتان بتاعة الانتريه، وطلبت 3 من الفرو المضلع اللي انتوا شفتوه. والشجر طبعا والزرع بيدي روح حلوة قوي للمكان. والمشاية اللي في الارض دي طبعا كنت عاملة بيها ديكور في الانتريه. الكلام ده كان من شهر ونص كده، فطبعا الجو سقع فشلتها من على السيراميك وقلت احطها على الجاردن كده على النجيلة نفسها، وهتدي منظر جمال جدا للانتريه. وطبعا هي صيفي فما ينفعش طبعا يبقى اجزاء كتير من السيراميك كده باينه، فعشان كده شلتها ورجعت السجاده السودا في الانتريه. هنشوف برضو جولات كتير في الريسبشن وفي الاوض مع بعض الفتره اللي جايه، وهكلمكم اكتر بالتفصيل عن البرجيله وعن انتريه. ولو عايزين تسالوني في اي حاجه اسالوني في الكومنت، واتمنى لكم جوله ممتعه.